رمضان كريم وكل سنة وكلكم طيبين وبخير. هكلمكم النهاردة عن حاجة ممكن تكون بسيطة جدا، لكن مفيش حد منا ما اشتكاش منها في رمضان، وهي جفاف والتهاب الجلد في الايدين نتيجة التفاصيل الكتيرة اللي بنعملها في البيت ووقفنا في المطبخ لفترات طويلة. واول خطوة هنعملها عشان نبعد عن المشكلة دي هي الوقاية، ان احنا نستخدم مرطبات طبية بانتظام بالزيت اللي بتحتوي على السيرامايد عشان تحافظ على السكين بارير ونحمي جلدنا من الالتهابات. طيب لو حصل جفاف شديد بالذات لو معاه التهاب واحمرار او حكة وقشور، ده معناه ان احنا لازم نستشير الطبيب المعالج في اقرب وقت عشان ناخد العلاج المناسب. وكمان نحافظ على ايدينا من التعرض للميه الكتير والمنظفات القاسيه بلبس الجوانتي المبطن على قد ما نقدر. وعشان مظهر ايدينا مهم جدا بالنسبه لنا، ما ننساش ان واقي الشمس في اهميه المرطب، نستخدمه بانتظام قبل التعرض للشمس. واخر حاجه واللي ناس كتير ما تعرفهاش، ان حقن السكين بوستر في الايد بيحسن جدا من النضاره والهايدريشن.